النهارده في خبر مهم جدا عايز ازف اليكم، خبر في جورنال الحريه والعداله. 354 مليون يورو معونة ألمانية لمصر. طيب ده مكتوب في مصر 354 مليون يورو، ده مبلغ كبير، ده عدوا المليار وشوية، مليار ونص يمكن، معونة ألمانية لمصر. طب ألمانيا قالت إيه؟ في مجلة دير شبيجل قالت إيه ألمانيا بقى؟ مرسي يقابل ميركل. الزيارة، خلوا معاكم شوية أنا بقرا لكم ببطء عشان بس تاخدوا بالكم من الكلام. الزيارة تحطم الآمال في مساعدة سريعة، ده العنوان اللي في الجورنان. ثم لم تذكر ميركل أي شيء عن إعفاء مصر من ديونها البالغة 240 مليون يورو كما كانت قد اقترحت برلين سابقا. هم قالوا برلين سابقا قالت احنا هنخفض الديون المصرية اللي هي 240 يورو، هنشيل منهم 240 مليون يورو. وإنها سابقا انها قد تفعل، ولم تذكر شيئا ايضا عن اي مشروع مساعدات. اللي حصل بقى في اللقاء الاخير ان هي لم تذكر، ده من الترجمه اللي وصلها لي يعني، لم تذكر اي شيء عن موضوع المساعدات او مشروع المساعدات. وكل ما استطاعت كل مفيش حاجه خالص، وكل ما استطاعت ان تقدمه هو الادفايز، النصيحه. اهو مكتوبه بالنص يعني، حتى فهمتها انا اللي ماليش، تعرفين انا بفهم تركي اكتر. انما هي كل ما استطاعت اوفر ويز ادفايز، مفيش حاجه قدمتها لمرسي ايه النصيحه. ولكم ان تتخيلوا ما هي النصيحه. النصيحه ان تعود يا سياده الرئيس وتجري حوار مع شعبك ومع ناسك. فاللي مكتوب في الحريه والعداله دوت ليس له اي اساس من الصحه. خدوا بقى كمان حاجه تانية بالمره عن الحريه والعداله قبل ما نتكلم عن وزير الصناعه. في عز المولد اللي احنا فيه ده، وفي عز ما سمعنا ولم نتأكد عن زيارة حرم الرئيس لطابة، وزيارة كلفت ايه وعملت ايه، ملناش دعوة، مش هنتكلم في الحاجات دي يعني، مش هنتكلم في الحاجات دي لأن الكلام مكتوب في الجرايد، واحنا هننتظر لما نشوف هم هيردوا ولا مش هيردوا. مش هنقول عشان ما يقولكش التلفزيون غير الجورنال. الجرايد النهارده كتبت، المصري اليوم كتب كلام عن زيارة الرئيس واتكلفت قد ايه الساعة واتكلفت قد ايه وركبوا طيارة ايه وعملوا ايه. أنا ماليش علاقة بالحكاية دي، ليه علاقة بأن رئاسة الجمهورية لازم ترد وتقول الحقيقة، وبعدين نبقى ننشر الحقيقة، نبقى احنا نقول الحقيقة. إنما ده جورنال المصري اليوم، ياسر رزق ده صحفي كبير ومحترم، لكن ده مكتوب في جورنال المصري اليوم. اللي عايز يعرف التفاصيل يعرفها من المصري اليوم. من الشروق، موقع الشروق، الإخوان 541 سوق تعاونية، 596 قافلة طبية حصيلة حملة معا نبني مصر. واحد، تنظيم 596 قافلة طبية لتقديم خدمات العلاج وإجراء التحاليل والفحوصات لما يزيد عن 200 ألف مواطن. ده اللي عملوه في خلال الأسبوع الماضي. ترميم وتجميل لما يزيد عن 1000 مدرسة مختلف محافظات ومديريات مصر، معرفش ازاي. تنظيم 541 سوقا تعاونيا للبيع بسعر التكلفة اللي هو الناس بتسخر منه، استفاد منها 300 ألف مواطن، معرفش حسبوها ازاي. زراعة ما يزيد عن 100 ألف شجرة بين أشجار ظل وأشجار مثمرة. يعني صوروا احنا في ورطة ما يعلم بها الا ربنا، واقتصاد منهار وبتاع مش عارف ايه، بنزرع شجر. طيب، تنظيم 150 قافلة طبية، تقديم مساعدات زواج لما يزيد عن 1000 شاب، تنظيم 25 معرضا للملابس المستعملة، تنظيم ما يزيد عن 200 حملة نظافة، تنظيم حملات للتبرع بالدم بمشاركة 7000 مواطن. أنا بقول لكم ده اللي مكتوب في شروق، وده أصلا موجود في موقع الأخوان طبعا. عاملين مؤتمر النهارده قاعدوا قالوا في الكلام ده، ولا كأن البلد فيها حاجة، ولا كأن البلد فيها حاجة. ثم أنا عايز ألفت نظرهم إن ده شغل جمعيات خيرية، مش شغل دولة، ده مش شغل الحزب ولا جماعة الإخوان المسلمين. لازم يفوقوا ويفهموا إن هم بيحكموا، هم الظاهر لسه مش قادرين يصدقوا إن هم بيحكموا. ما ينفعش ده،
دي عمليه ممكن يقوم بيها صناع الحياه عمرو خالد، يقدر يعمل المشوار ده كله بمنتهى البساطه. يقدر تعملها الرساله، يقدر يعملها فضيله المفتي في مصر الخير. انما الدوله حاجه تانية. الدوله مش هترمم المدرسه، الدوله هتصلح التعليم. انت ازاي رممت 1000 مدرسه؟ انا مش عارف ازاي يعني. جبت فلوس منين؟ جبت فلوس منين؟ يقول لك اصل احنا بناخد معونه من الاعضاء. اعضاء مهما دفعوا بيدفعوا 8% من دخلهم. مهما كان الدخل 8% ده هيعمل كام؟ طب قولوا لنا. حد يطلع من الاخوان ويقول لنا ان احنا بناخد 8% من دخل كل عضو من اعضاء الاخوان اللي هم 700,000 ولا 600,000 ولا 800,000 ولا مليون حتى، بياخدوا منهم 8% من دخلهم، فده بيؤدي الى رقم 3 مليار في الشهر. فبالتالي نقدر نعمل الحاجات دي كلها. خلاص هنقول لكم اهلا وسهلا شكرا جزيلا. بس برضو ده مش تحسين حال دولة، ده اسمه ترقيع للعمل. ده عمل اجتماعي، مش عمل الدولة، مش عمل الحزب الحاكم، مش عمل الحزب الحاكم. ما كانش يقدر جمال مبارك ولا حسني مبارك يقول لنا الكلام ده. كان يقولوا هنبني 1000 مدرسة، هنصلح حياة 1000 قرية، هنبنيها من أول وجديد ونظبطها، وده المشروع اللي كان معمول وطبعا ما اتعملش ولا حاجة. يعني ما يقدروش يقولوا الكلام ده. ده كلام مش كلام حزب حاكم. دي وعود تقدر تسميها من محافظ كفر الشيخ يعمل الحاجات دي في كفر الشيخ يبقى يشكر، مش رئيس جمهورية. مش شغل رئيس جمهورية ده. شغل رئيس جمهورية شغلته ان يطلع لي ولد من جامعة القاهرة متعلم، ان يطلع لي ولد من مدرسة الصنايع متعلم، ان يطلع لي بنت معاها دبلوم تجارة متعلمة كويس، كمبيوتر ومش عارف ايه وايه 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 وايه, وإيه ومتعلمة كويس، بحيث انها تلاقي شغل تشتغل. هو ده شغل رئيس الدولة، هي دي الدولة، ان احنا نطلع ناس متعلمة، مش 1000 شجرة. ومين هيسقي الشجر ده؟ عملتوه انتوا زرعتوه دلوقتي، مين هيسقيه؟ مين هيقومه على حلو؟ مين هيقصقصه؟ ومين هيسمده بعد شويه؟ مش الشجر ده محتاج سماد ومحتاج حاجات ولا بيترمي كده؟ يعني اذا كان يبقى ايه يعني حاجه معروفه.